انا شعوري بصراحه انا ماليش ناس زي مدام ولاء، احنا اتقابلنا الاول وقلنا لحضرتك هتاخدي علاج اشعاعي. خدتي علاج اشعاعي؟ ايوه لمدة خدتي كام جلسه؟ 25. 25 جلسه. تمام. وخدت معاهم اقراص زلوده آه، وريحنا بعديها بقد ايه؟ قعدنا تقريبا اسبوعين او لمده شهر. شهر ونص. شهر ونص. وعملنا رنين عملنا المغناطيسي. رنين مغناطيسي قلنا ليه هنعمل الرنين عشان المغناطيسي؟ نتاكد ان في تاثير فعلا على الاشعاع والاشعاع اللي هي استجابت للعلاج. الهدف من الرنين المغناطيسي ان احنا نشوف هل الورم داخل في العضلات الخارجيه بتاعت التحكم ولا لا. انتوا قبل ما تجوني رحتوا للدكاتره في المنوفيه؟ رحنا للدكتور بس ما طلبش قال لكم ايه؟ قال لنا علاج الوحيد فتحه جنبيه مستديمه. مستديم. قال مفيش حل تاني. مفيش. رحتوا لحد تاني؟ الدكتوره اللي قالت لكم عليا ولا مين؟ لا انت حضرتك النت. عرفتوني ازاي؟ من النت. تمام. لما جيت انا قلت لك ناخد العلاج الاشعاعي. بس انا قلت من وقتها ان انا مش هكون قاطع الا لما اعمل رنين مغناطيسي واتاكد الورم بعيد عن العضلات الخارجيه. تمام. لما حضرتك عملت الرنين المغناطيسي وانا استعجلت الدكتوره رشا وجات النتيجه، قلت لحضرتك مبروك ان شاء الله العمليه ممكنه. هي كانت الامور تبان انها صعبه شويه. احنا عملنا العمليه بالمنظار. في اي فتحات في البطن ولا حاجه؟ لا عملنا توصيل مباشر. الحمد لله. الامور عدت بتاعه العمليه على خير. الحمد لله. طيب انا متفائل بيكي جدا والتحليل بتاعك طلع كويس جدا جدا. الحمد لله. وان شاء الله باذن الله انت زي ما قلت هيبقى في شويه علاج بساط هناخدهم بعد العيد. وان شاء الله انا يعني شخصيا شايف التحليل بتاع الباثولوجي مطمن من فوق ومن تحت ومن الامام كله ان شاء الله سلبي باذن الله. الحمد لله. تمام. يعني انا متفائل بيكي وبرضه لو في اي سؤال وجاوبت حضرتك حتى على موضوع التحكم الاقراص اللي انا كتبتها لي دي وان شاء الله خير باذن الله. وان شاء الله باذن الله نتقابل هنا بعد 5 سنين باذن الله. باذن الله. ليك اي سؤال او استفهام؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طلبت منك ايه انا؟ انك تتفائلي جدا، ربنا يبارك في حضرتك. يعني تمشي تتحركي تشربي ميه كتير تكسري من يعني السلطه والفاكهه والخضروات تلبسي حاجات فاتحه كده بس في البيت بقى مش هنا. يعني وتفرحي الدكتور بتاعك. الدكتور بتاعك يفرح بيكي. انا بقى سعيد. انا لما بشوف سلمى وهي داخله ولا مدام سهى. مدام سهى دي مديره الشؤون القانونيه، هي كان عندها 47 سنه. انا عايز اقول لحضرتك على شيء. مدام سهى يعني لما بتدخل عليا كده بكون في منتهى السعاده. هي جابت لي مدام رباب وجابت لي 2 مدامات تانية. مش دي القصه، لكن انا عاجبني روحها حلوه وتفاؤلها. انت فاهماني؟ انا عايز اقول لك يعني مدام سهى ما جابتليش غير زياره واحده في ال5 سنين وبتعمل الاشعه وبتبعتها لي والتحاليل. انا ما يهمنيش غير ان انتوا تبقوا كويسين. يعني لان انا ارى ان الفتحه الجانبيه المستديمه عجز. يعني خليني اقول واحده في سن حضرتك وانت برضو شابه وعندك زوج شاب وعندك اولاد. انا لن اتخيل يا دكتوره الحياه كانت هتبقى ازاي بفتحه البراز المستديمه. طبعا يعني عصبنا بره فتره. يعني حضرتك احنا يمكن نقول مش هنقفل رحمه ربنا بالكامل. ويمكن برضه في بعض المرضى لما يكون الورم متوغل داخل العضلات الخارجيه انا بلجا يا دكتوره برضه للابدومينال دي موجوده من سنه 1908 من ساعه ميلزم عمل. ولكن لو في تطور وفي خير انا شايف كفايه شكل جسم المدام ولاء. كفايه ان مفيش كيس. كفايه ان مفيش قاعده. كفايه ان مفيش. انت تخيلي سيادتك كان البراز بينزل مفيش تحكم فيه. الغازات كان ممكن تبقى موجوده ينزل. تخيلي سيادتك بيحصل فتاء حوالين الفتحه. تخيلي سيادتك كل اسبوع بتغيري يا دكتوره القاعده والكيس ودول ثمنهم حوالي 2000 جنيه بتغيريهم اسبوعيا. تخيلي سيادتك كان البراز بيطلع من حوالين الكيس ويعمل يمكن شويه التسلخات البساط اللي حضرتك حاسه بيهم دلوقتي في الشرج كانوا دول كلهم بيبقوا موجودين حوالين البطن. يعني لا 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 انت وفي نفس الوقت يا دكتوره وحضرتك استاذه اللي يقال ان بعض الابحاث الطبيه ومعظمها بتقول ان هذه العمليه تؤدي الى نسبه شفاء اعلى من الفتحه الجانبيه. لان في ناس بتكون مغلوطه ظن ان التوصيل المباشر ده بيقلل من نسبه الشفاء. نسبة الشفاء بتعتمد على ربنا وعلى العلاج الإشعاعي قبل العملية وعلى أثناء العملية ما يسمى التوتال ميزوريكتال اكسجن ان احنا نستأصل كل الأنسجة اللي حوالين المستقيم. وبعض الناس تقول لك طب حد الأمان، يعني حد الأمان زي ما سيادتك شفتي في الفاينل باثولوجي بيقول ان البروكسيمال
فري ان ديستال فري. والاهم يا دكتوره دلوقتي من البروكسيمال والديستال ما يسمى السيركمفرنشال مارجن، اللي هو الحد اللي هو معناه الانسجه اللي حوالين المستقيم، لان الفكر بتاع ان احنا نستأصل المستقيم لوحده هو ده كان سبب الارتجاع. لكن الفايبروفاتي تيشو حتى لو تلاحظ هو بيقول لك ان الليمف نود اللي موجوده كانت البيريكوليك. انت فاهماني حضرتك ولا لا؟ فبيقول ان السيركمفرنشال مارجن دي فري، دي معناه ان كل الانسجه اللي حوالين المستقيم، وفي نفس الوقت محافظين لحضرتك على الرحم وعلى المبايض وعلى المهبل. يعني سيادتك يعني انت بنتي، فانا بكلمك بكل مصداقيه، انت انثى تمام، حياتك تمام، انسانيتك تمام. وزي ما قلت برضو نتحمل شويه ونتعاون شويه في اول سنه. وانا لما قلت لك انت هتبقى تحت الدكتور بتاع الادويه اللي هناخدها ان كان 3 شهور او 4 شهور، لكن انا موجود وعيادتي موجوده والواتس بتاعي موجود وتليفوني موجود. عمري ممتنع. والتوصيات اللي انا اديتها سواء بالدكتور بتاع القلم لو احتاجناه، وهو برضه زميل فاضل معانا في المعهد القومي للاورام. وزي ما قلت هي محظوظه بالموضوع بتاع المستقيم الجديد اللي احنا عملناه، فغالبا برضه حتى العلاج الطبيعي. لكن برضه يا دكتوره بعد العيد لو حبوا ياخدوا العلاج الطبيعي ده شيء حضرتك عارفه ايه اللي يقول لك زياده الخرخه دي، يعني زياده، لان هي برضه ولاء من النوع هي وزوجها اللي وحضرتك برضه بتستعجلوا لا لكن ما نستعجلش النتائج. حضرتك الوقت بيكون مهم جدا. انا سعدت بيك يا مدام. شكرا. على خير.